الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل القرب يسلم أغفر الله وكل نوان أو يسألن أن النبي صلى الله عليه وسلم السيرة النبوية غورتي بيت الناس تمتنت الناس نمجلد وين هاد وضع غزوة أحد نبدأ الدهن وبعدين الناس مساغلد أو مجرد عن طريق العناوين لنا فوائد السيرة النبوية، فوائد نماغي فوائد نوايقا. فأحد تزار داك الناس ومقرن مثلا تزارس بدر داك الناس ومقرنين أما قرد دسال القرآن أحد أما قرد دسال القرآن يمكن ناس من السين أما قرد دسال القرآن هكذا الخندق. فأن المدمد ونحد ما السباب الناس ده. إن كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، وكانت تجيش فيها نزاعات الانتقام وأخذ الثأر، حتى إن قريشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسرى حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. هاسيناك السبب النحود عسن تنضى كالمكة يكمينا وتنقرون دغ بدر آيلانا وتايسي ورن دغ الزمان هنا وكان أمود سندغ بدر الدنيا أين كان سيتمر وين نوادم أمر يكمينا وين دغ. فإنك كمينا وين دغ مغني الدبارة السوق لني نسلمان تيبيتيتها سنقني نسلمان. إنك على إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة. أمر دفلم بدر سمسدي وانت تعمغني يعني تابرت نسلمان الزظلني نسلمان واسنقن. إنك وكان عكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض المعركة. يودي هذا القوس دغيمانو كان مكة ويسي مسنكرنين الدنيا هلين. عكرمة تيسا أباتي دغك الناس أبو جهل، صفوان ديق تيسا باتي أمية ابن خلف واسكلايسا مضراي بلال رضي الله عنه، أبو سفيان دي غبار ورس حنظل دغك الناس بعض رجال الناس دا السين الضولان الناس دا لجوس الناس دغك الناس وعبد الله بن أبي ربيعة دا غباهر دغ الدنيا الناس والله أعلم. فويد سمسنكرن هلن هنا وضعنا نوادم كل تمدنا ربنا يعني سمسنكرن الدنيا ناس اللازم أن ناخد دغ محمد النزل محمد دميدو الناس أوانا قن الدنيا نناغو ينغن منك. وأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم يحتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا. فأجابوا لذلك فباعوها، وكانت 1000 بعير والمال 50,000 دينار. وفي ذلك أنزل الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أسا كل مكة لا يهري ودي وينك الناس وان بدر. النبي صلى الله عليه وسلم يزبرد مدينة غيلا إهادرش نهري كل مكة إذا غيلا التهر وكيت يهري انت دي ميدون سمرة يقرأوا كل مكة إذا يكناس دسن يعني أصدق للنبي دي ميدون سورة مسدون ياك الناس سورة مسدون ياك الناس يهري أساسي مسدون مسانا يهري وكيتني أفيو داك الناس يقرأوا سندقي ملي سبحانه وتعالى الدنيا داغي كيتن ملي سبحانه وتعالى. فانت نظهري إننا يا أواد وإلى نهري قلنا رهانا غي وهري الناس إيها نهري دغماملا إلى نهري دغماملا وانا رهانا غي هري الناس هن هاتي أسر السدن الزنزيفيو يعني تظولي دا
دي بجوان دي الناس ننهي محمد دي مدوان سرضنا الدنيا لأن فضنا نام نسدا سمو ستمروين نفض دغ الزمن نسن ورا غاظرف نسن قدين ورا وتلين الكاظن فيملي سبحانه وتعالى مقرد دغ زبت دا آية دغ هات سورة الأنفال تمقرد هاس الدنيا وين دغ سمسدوين نهراون وين دغ الزمان وين دغ ميغ دغ الزمان الدمان ميغ الزمان هنا وكاين كلا الكفر جد لا سمسدوين نهراون يا دا يا هنك سنتنا تاني ملي مساني هراون وين دا كل دفاتن نقمضني هراون نسن الزات قيمة تنا تاني ملي تبداد هو الشلن فأقلا سنوين دغتكم وهراون نسن ويتنقمضنين تنانا ملي ديغ وهن تقمض. ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة، وأخذوا لذلك أنواع من طرق التحريض، حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر الذي كان قد أسر في بدر، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه بغير فدية، وأخذ منه العهد بأن لا يقوم ضده، فأغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين، وعاهده أنه إن رجع عن الغزو حيا يغنيه وإلا يكفل بناته. فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تذكي حفائظهم، كما أختار شاعرا آخر مسافع بن عبد مناف الجماحي لنفس المهمة. إنك جددا إن دي غير هنادا الداوي دغي هرين نس مغواد دوبت تظولي مغواد دوبت هنا غيل الدقتي وساتنتي تي الكاملين قريش تي الليلنين قريش أردت سن الدنيا تي لناسا كنانة توسيت مقرة تزبار قريش دالا حابيش تي وساتين السيرتين دا قريش أرى كل أد وإلى انهرت كل الدمسدو أد كسي هرين الناس يعني هذا هنا كسني من إسلامن سنة ودغي غانيش لي فوادغ إنك اللي هرد الدنيا ويسان تسيوا لأنه تسيوا دغ الزمان وين تمسين كرنت والهوى النار بن سنة وايقش لي الإعلام وزنين الأخبار دا وين دغ السمسين كرن والهوى الدنيا إصباهو سنة وين دغ قنت تسيوا. فكان هرد الدنيا يسمنا أبو عزة الطفنتين إسلام دغك الناس وان بدر والتنغين إن النبي صلى الله عليه وسلم نبقى ميغاتر والليغ هرت إياهين وللكم يعني أديك كناسة وراده هذا السير دغ الدنيا أديك كناسنين وإياهين النبي صلى الله عليه وسلم الزار أقلا أوسهد وراء الناس كيت السنة تسيواي صفوان أرهغا حتى قد تسيوى سمسين كلا دولها وننتي وساتين فالمحمد صلى الله عليه وسلم أكي أفلدت أنا قتيل على ساكنة أفلدت نقل أكي فغدغي هراون لأنه صفوان دغي الدنيا ولانني هراون أقوتنين أو ما ملا يقل أفلكي بعد اختبارين إنك يعني نكن باتنا نطف ارضى وياتنا تنيني قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها يعني لاني مسوا يقوتني الدنيا ويستني تسيوه. وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعدما رجع من غزوة السويق خائبا لم ينل من نفسه بل أضاع مقدارا كبيرا من تمويناته في هذه الغزوة. أبو سفيان ده يعني دغ من وكال مكة يسمسنكر الدنيا وزاد الطين بالله أو زاد النار إذكاء إن صح هذا التعبير ما أصاب قريشا أخيرا في سرية زيد بن حارثة من الخسارة الفادحة التي قسمت فقار اقتصادها وزودها من الحزن والهم ما لا يقدر قدره. وحينئذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة تفصل بينها وبين المسلمين. إنك ورق كل هرة ويدو إننا كالناس يعني محمد صلى الله عليه وسلم ده انت دي أسماء شلهرة دغمي دوني سكان إسلام ماملا قريش يوارتن زيد بن حارثة أرمسند ماملا والنين دغ الدنيا وماملا أقمضنتن ماملا والنين مقرن. فقريش ورق كل إكميت أمرنا لازم أن ننهي محمد هدس نبضو أن السنة أوان بارس نقل
حسم سيدني هرا ونتيو ساعتين. إنك ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين 3000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش، ورأس قادة قريش يستصحب ورأى قادة قريش يستصحب معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم. وكان عدد هذه النسوة 15 امرأة. وكان سلاح النقليات في هذا الجيش 3000 بعير، ومن سلاح الفرسان 200 فرس جنبوها طول الطريق. وكان من سلاح الوقاية 700 درع. وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان ابن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد يعاونه عكرمة ابن أبي جهل. أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار. إنك أولا وقدهن الدنيا ودكننا كالناس كراضا فضل نوادم ياضين قريش التوسات انتهى سنة الليلن دا أولا لان كراضا فضاء أن نامنس ابن الزغز زمان وين يعني قال نهري مقرن لأن السينا فضان ديغنا نيبيجي مساني بيجون والتنويرن السيرقشن تنغاس استندوان لان ديغا دغ تزولي السايت ما ضن تزولي تهنتي وغتيويت أولا كل يعني أس الدنيا دمي سدونين ياكن سين الدنيا ودا كل نايتنا أبو سفيان بن حرب إن قريش انت ينا مرويني بجواني نايتن خالد بن الوليد دا عكرمة ابن أبي جهل دلي وعكر شيء وناك الناس وذاك لنا الدنيا ذاك الناس إيها بني عبد الدار تلضاتي تطفني دا قريش ذاك الناس. فضلت ودى بما كان المدينة هر المدنة النبي صلى الله عليه وسلم دي مدون ناس المدناس كالمكة مع الانتنج أمي سدونيا كالناس أسيما سدونيا يا ركنس عند النبي صلى الله عليه وسلم دي مدون ناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنها سنتيس على عباس هي مكة إذا السيرة إذا يكوفرتي إسياسة ويدي النبي صلى الله عليه وسلم يسلان كالمكة. نبدأ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.